تكلمت أكثر من مرة وغير مؤخرا برز تكلمت على المنحة السياحية اللي مدوها للمواطن الجزائري. تكلمت عليها أكثر من مرة. اليوم مواطن دار فيديو ويحكي كيفاش راح يبدل هذا المصيرفة اللي زعما عنده الحق فيها. بما انه الدينار يمشي ويهبط وكذا، ولا قال لهم عندكم الحق في 100 اورو وينقصوا لهم 25 اورو ولا 2 اورو و50، والله ما على بالي تلقوا شوفها. المهم قال عندكم الحق في 100 اورو، مع العلم انه في المغرب عندهم الحق في 10,000 اورو زائد 5,000 باش يشريوا في الانترنت، وفي تونس عندهم الحق في 4,000 اورو. ما نتكلمش على الدول البتروليه اللي عندهم الحق في فاليزه ولا 2 فاليزات. كيبداو بالفاليزه. الاماراتيين، القطريين، السعوديين يبداو بالفاليزه تشري حاسب. هذه دراهم كيما هذا البترول. تقول لي الاماراتيين لا ماهمش بزاف، والسعوديين راهم 37 مليون ناس، راهم تقريبا كيفنا. ما عندهمش الحديد، ما عندهمش فوسفات، ما عندهمش مونغانيز، ما عندهمش الذهب، عندهم غير بترول وشويه غاز. شوفوا واش صارت لهذا المواطن راح يبدل المنحه السياحيه ديالو سنويه. في العام عنده الحق 100 اورو، ولو كان يدي هذيك 100 اورو وما يخرجش يربح. اسمع شوف، حب يروح لكاش بلاد كسائح عنده الحق في المنحة السياحية تاع العام. حكمت الباسبور والبي دافيون ديالي ورحت نحوس على البنكة اللي تعطي لي المنحة السياحية. البنكة الأولى اللي رحت ليها هي بيانا، قالوا لي ما نديروش شونج في لاجونس ديالنا. البنكة الدوزيام اللي رحت ليها بنك الجزائري الخارجي، قالوا لي لازم تجي صباح بكري باش تشد بلاصة. بعد ما درت على كامل لي بنك اللي نعرفهم لحقت لسوسيتي جينيرال. اونفان لحقت البنكة قالوا لي نديرو سوسيتي جينيرال شركه فرنسيه. قالوا لي عطينا الباسبور ديالك وفوتوكوبي والبي دافيون وفوتوكوبي، واللي منا على ساعه فيريفياو اذا استفدت من منحه من قبل في هذا العام. خاطش اذا ديت منحه وما خرجتش بها ما عندكش الدروه تزيد تدي منحه واحده اخرى، ولازم ترجع المنحه اللي ديتها وما استعملتهاش. اونفان ديت حقي تاع المنحه السياحيه اللي هي 100 اورو، بون ماشي 100 اورو نقصوا لها 5 اورو، ويدير لك كاشي في الباسبور. دوكا نتوما قولوا لي ال 100 اورو تاع المنحه السياحيه شحال تشد لك كي تديها معاك لكاش بلاد. اي مواطن جزائري حب يروح 100 اورو شحال تشد لك؟ قولوا تحبط سيدي، ما تحكمش طاكسي من الايروبور، حكم من البيس ولا المترو. 12 اورو 14 اورو ولا اكثر كاع، تكون طلعت اكثر. ما تروحش تحكم اوتيل كبير، روح عند فاميلا، ولا ما عندكش فاميلا روح كاش دورتوار 30 اورو. دير كيما دير 100 اورو ما تشدلكش فوق نهارين. قولوا اسيدي راك تزير ما كانش يعطيك 100 اورو. علاش المغربي يدي 10,000 اللي عمرهم ما طرحوها جزائري؟ السؤال هذا ممنوع تطرحوا، تولي عامل المخزن وتولي خبيث وتولي خاين وتولي من حق اي جزائري يطرح. وعلاش المغرب يدي 10,000 انا ندي 100 اورو؟ خلينا من المغرب. هاي لحدوها تونسي يدي 4,000 ما عنده والو، تونس في ازمه. شفتوا كيفاش؟ اي بورتون سي تبون يستعرف بعظمة لسانه 4 سنين من قبل باللي 100 اورو ما كان. اسمع ما تاع الخارج المنحة المهزلة يعني. كيف راح تتعامل معها؟ لا ماهيش نتعاملوا بها على حسب الامكانيات تاع الدوله. ما اعتقدش ان اليوم 100 اورو اليوم تخليك تفوت نص نهار في دوله اوروبيه ولا. واش الامكانيات الدوله؟
إمكانيات المغرب أكثر من إمكانيات الجزائر. هاي ديجا مستعرف باللي ما تعديش بها المستعرف في أي دولة أوروبية. تخليك حتى في الدول العربية لا في حتى مكان ربما نعطيها لك كل سنتين كل 3 سنوات، معليش بنعطيك نتاعك 1000 1500 1500 كل سنتين او كل لا يعني في العام يعطيك 1000. وشوف الصحافي اللي يسقسي فيه ما يقولوش المغاربه عندهم في هذيك الوقت كانوا عندهم المغاربه 4000 الى 6000 يورو، وعندها دوك عامين ملي طلعت 10000. ما يقولوش علاش المغاربه يديو. التوانسه كانت في هذيك الفتره 4000 ما زادوش طلعوها، خاطر يطرح له يقول له علاش. وهذا كان زي ما طلعش رئيس مستعرف باللي ما تكفيش، مستعرف ما تديهاش كل سنة مثلا هذه صيغة من الصيغ. ممكن نصيبوا صيغة أخرى في حالة ما نسترجع، لازم نسترجع القدرات تاعنا من ناحية الاحتياط الصرفي. ممكن تكون في حدود 1000 1500 ممكن معقول 1000 1500. ايوه قال لك لازم نسترجع القدرات تاعنا فيما يخص الاحتياط الصرفي، لانه كان عندنا 250 مليار وراح. المغرب ما عندوش احتياطي الصرف ب 70 مليار. تونس ما عندهاش احتياط الصرف. تونس راهي باش تسلف من لا فامي برك شايف المغرب كيف باش يسلف من لا فامي برك شايف. سلفت لا فامي. الجزائر هي اللي سلفت لا فامي 5 ملاير يكثر عليها الدراهم. قالوا لازم حتى نسترجعوا ولا بد نسترجعوا احتياطي الصرف. نعم علاش ما عندهمش احتياطي الصرف؟ ما عندهمش. شوفوا النفاق هذا يبين لك بانه الجزائر اموال كاينين قارنا مع شعوب اخرى عايشين خير منا في كلش. نروح غير تونس ما عادش نقارن بالمغرب. ترميني المغرب هرب عليك راه قارن تونس. تدخل لتونس كارفور تسيب حليب على كل نوع، تسيب زبده على كل نوع. فقيرة تونس راهم في حالة يرثى لها. الجزائر ما كان كارفور تخدم عامين ولا حبس خالق كيما الماكدو خدم عامين وسلم. العلامات التجارية العالمية ما يقدروش يخدموا في الجزائر. علاش؟ لأنه في كل دورة يجي واحد يحبس يتشيبا الكحلي جنرالات يتباعوا الخدامين تاعهم. كارفور تجي تربح دراهم في الجزائر نشوفها هاك جنرال الفلاني الصريفه ديالك. على هذه البلاد ما تنجحش وما تمشيش وما تقدمش، لا اكثر ولا اقل. بلاد عاشت بالكذب ومزوره تاريخها كيما تبون مزور تاريخه. وهذا راح نشوفوه الان بعد الجنة.